السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك أو عندِك مشكلة مش لاقية لها حل، طرقتِ كل الأبواب واتقفلت في وشِّك وما أنتيش لاقية حل، استنفذتِ كل السبل عشان تحليها أو تحلها وبرضه مش راضية تتحل. طيب أنا هاقول لكم بقى الحل اللي أنا بقيت أصلًا أنا باعمله من ساعة ما عرفته وبانصح بيه أي حد. ما لا يُقضى بالفكر يُقضى بالذكر. يعني إيه؟ يعني خلاص إحنا استنفذنا كل الحلول الدنيوية ومش لاقيين لمشكلتنا دي حل، هنركنها بقى على كده وهنبطّل أصلًا تفكير فيها، هنمسك سبحتنا ونقعد نسبّح، نستغفر، نصلّي على النبي على قد ما نقدر. تمام؟ ده معناه إيه؟ معناه ممكن نقول بلساننا، وممكن هو ده بيكون الذكر في حد ذاته كإننا بنقول لربنا كده بالضبط. يا رب أنا استنفذت كل الحلول، يا رب أنا طرقت كل الأبواب، أخدت بكل الأمور الدنيوية اللي في إيدي واللي أقدر أعملها وبرضه مش لاقي لها حل، فيا رب هي حلها في إيديك أنت فساعدني. ممكن نقول كده، وممكن لمجرد إن إحنا ركننا التفكير فيها ومسكنا سبحتنا وقعدنا نسبح ونستغفر ونصلي على النبي، فده معناه إن إحنا بنوكل أمورنا لربنا. الاستغفار فوايده كتير جدًا، الصلاة على النبي فوايدها كتير جدًا، ومنها حلول أي أزمة إن شاء الله وبإذن الله هتقابلنا. جربوها مش هتخسروا حاجة، وإن شاء الله وبإذن الله أموركم كلها ربنا ييسرها. ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.